وسط سنابل الذهب الأصفر التي تزين حقول محافظة البحيرة، تواصل الدولة المصرية مجهوداتها في تحسين الأمن الغذائي في مصر وتعزيزه وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. فمن قلب مركز دمنهور شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيسة الاتحاد الأوروبي في مصر ومحافظ البحيرة فعاليات احتفالية ميكنة حصاد محصول القمح، وذلك ضمن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين جودة وإنتاجية محاصيل الحبوب في مصر، وهو برنامج EU كافي. وهو يؤكد أن الجمهورية الجديدة تضع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها. الحقيقة النهارده يوم بيثبت مدى التعاون ما بين الجانب الإيطالي من خلال مشروع ايو كافي والجانب المصري في دعم صغار المزارعين والميكنة الزراعية والتقنيات الحديثة. الحقيقة برضو معانا سفير الاتحاد الأوروبي بتقدم كل الدعم لجمهورية مصر العربية. الحقيقة النهارده احنا شايفين مجموعة من المعدات اللي هتنزل تشتغل على الأرض مع صغار المزارعين ومع كبار المزارعين، وأعتقد المرحلة دي مهمة جدا لجموع المصريين لتحقيق الامن الغذائي لمصر. وبرضو احنا عندنا تارجت زياده الصادرات الزراعيه من خلال المنافذ والتعاون مع الاتحاد الاوروبي. ويمكن احنا وصلنا بالصادرات الزراعيه الفريش والمصنعه ل 11.5 مليار دولار. بنستهدف ان شاء الله مع 2030 نوصل ل 20 مليار دولار. والفرصه اعتقد كبيره جدا في التعاون اللي موجود النهارده من تقنيات حديثه، من اراضي، من مشاريع استصلاح زراعي قام بيها جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع وزاره الزراعه بفضل التوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده احنا عندنا الدلتا الجديده 2.2 مليون فدان، عندنا 500,000 فدان في سنابل سونو، وعندنا توسعات في شمال وجنوب سيناء لاكثر من 500,000 فدان. بنتكلم تقريبا في 3.5 مليون فدان. كل دول ارض بكر اتعملت البنيه التحتيه، استصلحت وبتستصلح وقابله للزراعه. في تعاون كبير جدا مع القطاع الخاص ان احنا نزود التصدير بتاعنا لاوروبا. ويمكن كان وجود الرورو في العامين الماضيين دول كان له اثر على زياده الصادرات، وان شاء الله نتوسع اكثر واكثر لان كل الظروف الجيوسياسيه بتخلينا النهارده نعمق العلاقات. ويمكن النهارده وجود السفيره معانا ده اكبر دليل على التعاون اللي موجود. أولا شراكة مصر الاتحاد الأوروبي شراكة قوية على مدة طويل، ونحن التعاون مع وزير الزراعة والوزارة نفسها وكل الزملاء الموجودين